انه انا اريد يعني اكون انا اريد استمتع، وما بين الغضب مع المجتمع وما يقبل هذا الشيء، ما يقبل، يريدني اكون بارده، يريدني اكون جامده، يريدني اكون كتالوج حسب الكتالوج. هذا الشيء المفروض مني، والا انا مكتوب علي انهاء حياتي، يعني وفق القانون مكتوب علي هالشكل. اذا ما اريد اكون روبوت، عرفت شلون؟ فانا كنت دائما بحاله انه غضب. يعني صراحه فتره المراهقه كانت كلش صعبه علي، كلش صعبه. بهاي المدرسه البعيده، مثل ما قلت لكم، بعيده عن المنطقه الشعبيه اللي كنت عايشه بيها. كان عندي فرصه انه يعني كنا نمشي وكذا، فكان اكو هوايه ولد بالمدرسه يوقفون، هوايه بالطريق اللي نشوفه، هوايه ولد هم. اكو هوايه منهم، طبعا معظمهم كلهم مو زينين، يعني حتى اللي تعرفت عليها مو زين، بس يعني انه شخص مثلي ما كنت ابحث عن زين ومو زين، كنت ابحث بس عن راحتي، عرفت شلون؟ وشلون ارضى بالموجود، لان بس حتى اقدر اتنفس. ف سوري، يعني انا اتمنى القى مكان اقدر احكي بيه على راحتي، لان هنا راح يكون حكي مشفر، لان مثل ما قلت لكم عندنا انشر على الانستا. ف ما راح يكون الحكي كلش واضح. ف تعرفت على هالشخص اللي الموجود. توقعت انه انا يعني شلون، يعني لين اول مره احب، خلينا نقول، او مو احب، يعني لين اول مره احكي شخص وكذا فاعتبرته حب. بس هو يعني هسه انا مش كبيره ادرك زين هذا مو حب، هذا مجرد انه رغبه او شيء. ف هذا الشخص هم كان يعني ما اعرف، انا شوي ضد انه احكي على اي احد بذاك المجتمع، لان احس المجتمع مالتنا هو عباره عن كتله اخطاء، كتله خربطه، يعني ماكو نظام يحترم الانسان. فهو هذا الشخص اللي قبالي هم لم يتم احترامه، ماكو احد يتم احترامه. يعني الشخص اللي يتغلب ويصير مسيطر بهذا المجتمع هو الحرامي، اللي هو اصلا قدوه المخطئين، عرفت شلون؟ المخطئين الصدق، مو مخطئين هو مجرد انسان طبيعي يريد يتصرف مثل ما يريد، عرفت شلون؟ فمجتمع كله غلط بغلط، فما تعرف انت تحكم عليه. يعني حتى هذا اللي قلت لكم اللي ارتبطت بيه، يعني ما اعرف هل ممكن انه احكي عليه. يعني هو هم كان شخص، هم شخص، يعني شوف المجتمع هو يظلم الرجل والمرأة، بس يظلم المرأة أكثر. فهو شخص مظلوم جاي يحاول يعيش على قد حاله. المهم، تعرفت عليه، قضيت وقت حلو. بعدين المدير مالته مع الشغل، كنت طبعا عمري 15 سنة، شافني وكلش انعجب بي، وخلص يعني قرر انه رادني إله. ف قصة طويلة هي صراحة، ما راح احكيها ما راح احكيها هنا، لان راح احكيها بطريقة اكثر هات، يعني خلينا نقول اكثر سبايس، بس تلقوها بموقع غير، مو بالانستغرام. اوكي، راح احكي هنا بس بطريقه نظيفه، خلينا نقول بدون سبايس، بدون حراره، بهارات. ف رحت ويا هذا المدير مال ذاك الفيرست، اول واحد. مثل ما قلت لكم، ارجع واقول انا مو مثلا قررت يلا هذا بعد ما احكي اروح احكي ويا هذا، لان مثلا هي هاي اللي اريده وانا حره ومش، لا ماكو حريه، ماكو شيء اسمه حريه. هذا الموجود، ارجع اقول هذا الموجود. انا لو كان عندي حريه، لو كان عندي مثل هنا، طبعا حتى هنا ماكو حريه، بس توضيح. بس يعني يعني ما اقصد حريه، اقصد شويه مساحه انك تقدر تعيش مثل ما تريد بدون ما يتم محاربتك. هنا أنا أكو محاربة بس بسيطة مقارنة هناك لا تصل لدرجة إنه سكاشين، ويعني شوية more action. فالكلش ماكو حرية، فأنت بصنطاوي. يعني هذا الشخص الثاني المدير اللي طولت علاقتي وياه تقريبا 11 سنة، فهو معظم حياتي كانت معه، أكثر شخص كانت معه.
الشيء الزين بهذا الشخص كان ما يحكي، فيعني قصدي كلها هو أصلا علمني على إنه شلون يكون حياة الشخص سرية كلش، ما تحكي لأحد. فقضيت 11 سنة كلها سر بسر. it's good يعني. هو شوف مو زين كعالم طبيعي، عالم مع الناس طبيعيين ومرتاحين، كلش مو زين هذا الشيء، ما يصير تكبت، راح يأثر على نفسيتك. بس كعالمنا، عالم المجتمع الشرقي، لا زين برافو. أنا أصلا هواي ناس على فكرة دزوني مسجات لما قلت أحكي عن حياتي بالعراق، قال لا ألينا خلي أسرارك لنفسك. هذا الشيء المعروف عندنا إنه كل واحد عنده أسراره لنفسه. أنا شوف، أنا ضد هذا الشيء. إذا إحنا نظل نضمضم، شلون راح نستفيد من بعض؟ شلون راح نستفيد من قصص بعض ونتطور؟ ترى هالشكل يتطور الإنسان، سلوك الإنسان بالتحديد. سلوك الإنسان هالشكل يتطور، إنه إحنا نتعلم من بعض. وأوكي لازم ما أسوي هالشيء، أسوي هالشيء، أو لازم نعترف بمشاعرنا، الغضب والحزن